توفي كيدز شاور جل يفوقهم ويخلي ريحتهم حلوه. شامبو البانسينول من توفي كيدز يخلي الشعر طري وجميل وطبعا غني عن التعريف. توفي كيدز بالشيا باتر شامبو يرطب الشعر الكيرلي. والكونديشنر طبعا من توفي كيدز اساسي بعد اي شامبو. وحمام الكريم من عندهم طبعا غني عن التعريف بيرطب الشعر. وده الكريم من توفي كيدز وده الزيت. الكريم بيعمل ستايلنج للكيرلي والزيت بيطول الشعر ويكثفه. بصوا يا جماعه منتجات توفي كيدز دي عندي بقالها 10 ايام. انا ما رضيتش اعمل ريفيو اول ما جالي، قلت لما اجربها على شعر لولي مره واتنين وبعد كده اطلع اقول لكم الريفيو الكويسه. ايه رايك يا لولي فيه؟ حلوه قوي وكمان ريحتهم حلوه. ريحته رهيبه يا جماعه. مجموعه توفي كيدز دي ريحتها كلها جميله. احنا استخدمنا الشامبو اللي بالشيا باتر ده مطري شعرها جدا لان شعرها كان متدمر من الصيف والساحل والبول والبحر وكده. الاول عملنا حمام كريم بالهير ماسك بتاعهم ده حلو قوي وبيطري الشعر رهيب. حطيتها لها على شعرها ربع ساعه وبعد كده غسلته بالشامبو شيا باتر. يلا نشم ده يا جماعه. الله ريحته حلوه قوي يا جماعه. كلها بجد روايحهم كانكم قاعدين في مصنع فواكه، مصنع حلويات. ريحته بجد حلوه قوي وكمان مش ريحه بس، ده ريحه ومفعول. وجربنا كمان الكونديشنر فين اهو البلسم جربناه برده بيطري اطراف الشعر قوي وبيخليه بصوا يعني انا نفسي اخليكم تحسوا الملمس. لولي كان شعرها ناشف قوي من البحر. جربنا الشاور جel بقى بيخلي ريحه الجسم رهيبه. ولولي عملت بيه بابلز في البانيو صح يا مامي وفضلت تلعب بيه. وازاي بيطول الشعر يا جماعه؟ او شعري كان قد كده طوله بعد كده. لولي مقتنعه يا جماعه انا اتبسطت قوي يا جماعه. لولي عشان خاطر البنت هنا شعرها طويل فهي مقتنعه اللي هو شعرها لحق يطول كل ده بس هو طرالها شعرها. وشكرا توفي كيدز على المنتجات الحلوه قوي دي. يلا باي توفي كيدز.